واهلا وسهلا بكم معايا في قناه شهوات ام رحاب اللي هي قناتكم. كذلك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطريقه رائعه جدا ديال الملاوي، كيفاش نخبعوهم او المسمن يعني في المجمد. يعني نديروا تحضيرات رمضان مسبقه باش نتهناو من تماره ومن داك داك الوقوف الكثير في المطبخ اللي كياخذ منا وقت بزاف، واللي كان نحاولوا اننا الوقت ديالنا ان شاء الله في رمضان نخليوها غير للصلاه والعباده. وهاد المسائل هذا اللي يمكننا نحضروهم من قبل، نحضروهم ونتهناو منهم كيف ما تنقولوا. بالنسبه لهاد الطريقه هذه كانت ورثها لي واحد الصديقه ديالي، واحد الاخت عزيزه على قلبي بزاف، اللي تنقول لكم نهار اللي قالتها لي وانا عندي معتمده، بالاخص ملي كندير شي كونتيتي كبيره تندير هاد الطريقه هذه كتهنيني بزاف، من داك الوقوف الكثير باش كنطيبوا هذا. كتعرفوا التماره ديال هاد المناوي او المسمن. بالنسبه لهاد الطريقه هذه فهي طريقه سهله جدا، وانا متاكده غتعجب بزاف منكم وما غتبقاوش تستغناو عليها بحالي انا. من بعد ما تنعجنوا الملاوي وديجا كنت شاركت معكم وقدمت لكم الطريقه ديالي انا كيفاش كنعجن الملاوي، طريقه عاديه وما فيهاش شي تعقيدات، وما كنديرش انا بتاتا زبده في الملاوي او مسمن وتيجيو مورقين كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال لا فيديو. من بعد ما تنورقوهم غنوريكم جوج طرق انا تنديرهم. الطريقه بغيت نوريكم من هاد جوج طرق باش تعرفوا يمكن نخبعهم باي طريقه درناهم، كل واحد والطريقه ديالو، سواء درتوهم على شكل مربع او شكل دائري او داكشي اللي حبيتو. المهم الطريقه هي وكتعطي نتيجه رائعه جدا، بالاخص ملي كتجبدوهم من الكونجيلاتور وطيبوهم بحال يلا عاد عجنتوهم ديك الساعات. هنا بعد ما تنورقوهم حتى تورقوا عفوا الكونتيتي ديالكم كامله ديال الملاوي او المسمن، عاد تنمروا الطريقه كيفاش غادي نحتفظوا بهم في المجمد. هنا بعد ما كملت ديك المربعات كما شفتوا معايا تناخذوا بلاطو اللي غيدخل لنا المجمد، كنوضعوا فيه واحد البلاستيكه من التحت وكندير فوق منه ديك المربعات. بالنسبه لهاد المربعات هادو ملي تنورقوا الملاوي ما تنقرصوهمش وما تنضغطوش عليهم بتاتا، تنخليهم كيف ما درنا ديك المربعات سواء كانوا صغار او كبار او الدوائر، داكشي اللي درتوه. هنا كما قلت لكم فرشت بلاستيكه من التحت وضعت فيها الملاوي ديالي، ودابا غادي نوضع عاوتاني بلاستيكه واحده اخرى من الفوق وكيف ما شفتوا معايا في البلاطو. هنايا خليت انا هاد المربعات متفارقين باش ما يتلاصقوليش ملي نوضعهم في المجمد. هذه هي الطريقه. هنا صافي تديروا ديك الكونتيتي ديالكم عفوا كامله في المجمد، شحال ما كان عندكم. بغيتو طيبوا مثلا نص والنص، مثلا ما بقى لكمش الوقت او عييتوا او شي حاجه كديروا هاد الطريقه هذه كتسنوا شحال ما درتو مزيان. صافي دابا انا غندخلهم المجمد باش يجمدوا ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخرجهم من الكونجيلاتور. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما خرجتهم من المجمد، كيكونوا جامدين مزيان، تيكونوا بيان كلاصي كيف ما تنقولوا. بالنسبه الا حبيتوا تبيتوهم هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما خرجتهم من المجمد، كيكونوا جامدين مزيان، تيكونوا بيان كلاصي كيف ما تنقولوا. بالنسبه الا حبيتوا تبيتوهم ليله كامله كيف ما درت انا، فقط غطيوهم بالبلاستيكه باش ما تيشموش الروائح اللي تيكونوا في المجمد. وكيف ما شفتوا معايا ما تيلصقوناش في البلاطو، ديك البلاستيكه كتحافظ عليهم، وكذلك حتى الزيت اللي كيكون فيهم ما تيخليهمش انهم يلصقوا في البلاطو. غادي نديرهم في هاد الجبابنات هادو كما تشوفوا. حبيتوا ديروا نفس الطريقه ديالي ممكن مع ما تقدروش ديروهم في هاد العلب او هاد البواطات، يمكن لكم ديروهم في البلاستيكه العاديه اللي تنديروا في المجمد او الكونجيلاتور، ما تيجرى لهم حتى شي حاجه لانهم ديجا مكونجولين او مجمدين. صافي انا غادي نكمل لا كونتيتي ديالي كامله وغنديرها في هاد العلب وغنعاود نديرهم في الكونجيلاتور وغادي نبيتهم وغدا ان شاء الله. لا بطبيعه الحال ماشي غدا غنكمل معكم في نفس لا فيديو. هنا بعد ما كتحتاجوهم كتبداو من المجمد، ضروري خصكم تجبدوهم على الاقل واحد نص ساعه من قبل، لان بالاخص الا كان الجو بارد ولا كان الجو سخون واحد ربع ساعه 10 دقائق حتى يديكونجيليو بسرعه. هنا كما تشوفوا معايا ملي غادي نجبدهم ما غنديكونجيليوهمش عفوا، ما نخليهمش ديكونجيليو في البواطه او في البلاستيكه، اي حاجه وضعتهم فيها غادي تخرجوهم من ديك البلاستيكه مثلا وغتوضعوهم بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا معايا في البلاطو. وحده تكون بعدا على الاخرى، لان مازال غادي خصها ليسباس فين غادي نضغطوا عليها او غادي نقرصوهم، لان كما شفتوا مقرصناهمش من قبل، خليناهم مربعات كيف ما طويناهم. هنايا كما شفتوا تنخليهم حتى تيطلقوا راسهم مزيان، عاد تنقرصوهم باش نطيبوهم. صافي من يديكونجولاو تنكونوا دايرين المقله تسخن. صافي اون فوا تنقرص الملويه الاولى او تنضغط عليها بهذا الشكل هذا، صافي تنديرها طيب في المقله مباشره، بحال يلا عاد عجنتهم.
نديرها في المقله، يعني تنطيب الملاوي ديالي او مسمن عادي بحال اللي تنطيبو، يعني كالمعتاد كيف بحال اللي تنطيبو يعني دائما، يعني الطريقه التقليديه. صافي انا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى نكمل لا كونتيتي ديالي. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت انا، ما درتش الكميه كامله اللي كونجوليت في المجمد، يعني خديت غير الكميه اللي غادي تكفيني فقط. نخليكم مع التصور ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم بعد ما تيطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال المليويات ديالنا بعد ما طيبتهم. كما تبعتوا معايا الطريقه من الاول ديال لا فيديو، طريقه سهله ورائعه جدا، تتوفر الوقت وكذلك المجهود، يعني ما كيكونش شي تعب. تتكونوا يعني داك التعب ديال العجينه وديال التورق، يعني ما تيكونش كل شيء خطره واحده فقط، يعني تجبدوهم وطيبوهم في آن واحد وبحال يلا عاد عجنتوهم. بالنسبه تيجيو مورقين كيف ما تشوفوا معايا، والعجينه راني ديجا وريتها لكم بزاف.